ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد، واهلا بيكم في حصة جديدة من حصص الحل اللي احنا بنكمل فيها حل كتاب النفيس في الاختبارات الجزئية. النهارده هنحل اختبار الهرمونات الثالث الجزئي. فيعني تعالى كده نسمي الله ونبص على الجزئيات. طبعا اتمنى ان احنا بنكتب غلطاتنا، بنكتب ملاحظاتنا، ما تبقاش بتتفرج عشان تقول لي شاطر الله يا مستر انت شكلك بتعرف بتحل كويس. مش ده اللي انا عايزه. عايزين حضرتك تتعلم من الاسئله، تشوف انا بحل ازاي وتقيم نفسك تشوف انت بتحل ازاي، لان المفروض يعني تقريبا كده انت يعني لو بتحل الحاجه دي قبلها يبقى الموضوع افضل بكتير يعني. تمام. طيب، بيقول لك ادرس الشكل اللي امامك ثم حدد وجه الشبه بين الخلايا اكس. الخلايا اكس ديت اللي هي احنا عارفينها اسمها الخلايا العصبيه المفرزه، والخلايا المفرزه للالدوستيرون من قشره الكظري، علما ان اكس تتاثر فقط بالتغير في اسموليليه وحجم الدم. تنشطان بزياده الاسموليليه. حضرتك انت اصلا ما درستش الاسموليليه يعني، ولكن اسموليليه شبيهه بالاسموزيه، مش ملهمش علاقه بنسب، او مش بالنسب بالطريقه ديت كده. تمام. عايز وجه الشبه. الاتنين بينشطوا، لا في واحده بتنشط وواحده بتثبط، وفي نفس الفكره برضو واحده بتنشط وواحده بتثبط في الف وب. تمام. يرفعان ضغط الدم بهرمون كل منهما. الكلام ده صحيح، لان الفي اتش بيعمل ايه؟ بيعمل قبض للأوعية الدموية، فده يرفع ضغط الدم، اهو ضغط الدم يقوم ايه؟ رافع. والالدوستيرون بيعمل ايه؟ يزيد الصوديوم في الدم، فزيادة الصوديوم في الدم تؤدي لان ضغط الدم ايه؟ عشان كده حضرتك لما حد بيغمى عليه بيدوله مخلل. طبعا دي مصيبة اوعى تعمل كده يعني. انت فاهم يعني الموضوع ده بيبقى يعني ما تلجأش للوضع ده. انسى اللي انا قلته دلوقتي، انسى اللي انا قلته. نوع شبه الهرمونات الجنسية المفرزة من المناسل والمفرزة من قشرة الغدة الكظرية. اي سي تي اتش ينبه افراز كل منهما. لا، اي سي تي اتش اسمه ادرينال كورتكس تروبيك هرمون، الهرمون المنبه لقشرة الكظرية، ملوش علاقة بالغدد الجنسية المختصة. اف اس اتش ولا اتش ليهم علاقة بالغدد الجنسية المختصة، ملهمش علاقة بالكظرية. يبدأ افرازهم بعد الولادة. مفيش الكلام ده طبعا. لا تذوب في الماء. الكلام ده صحيح. ليه لا تذوب في الماء؟ لأنها هرمونات دهنية. لأنها هرمونات ايه؟ دهنية. السؤال اللي بعده بيقول لك اي الهرمونين او اي الهرمونات تنشط العملية المشار اليها بالحرف اكس. ايه عملية اكس ديت؟ اللي هي عبارة عن دخول او اكسدة الجلوكوز او اكسدة او دخول الفركتوز الى الخلية. خلي بالك ده فركتوز لا يحتاج لانسولين. اوعى تتغفل، اوعى تتغفل. فلا توجد اجابة صحيحة لان الفركتوز ما بيحتاجش انسولين. أي الهرمونات تنشط العملية المشار إليها بالحرف زد. عملية دورة كريبس أو أكسدة، دي كده عملية الإيه؟ الأكسدة. اللي ينشط الأكسدة ده هرمون الأنسولين. تيجي تقولي ما هو اللي داخل فركتوز، أيوه هو اللي يحث إنزيمات أهو. الأنسولين، اكتب معايا، ينشط إنزيمات التنفس الخلوي. خلي بالك، هو والثيروكسين. تمام. آه، نفس السؤال اللي احنا حلينه المرة اللي فاتت والمرة اللي قبليها. لو تاخد بالك كل مرة بيغير لك حاجة. المرة اللي فاتت كانت نقص، النهاردة زيادة العنصر اكس بالدم يأثر يخلي الغدة واي تزود النشاط. هنا يبقى البوتاسيوم. تمام. ان زيادة البوتاسيوم فالغدة ديت اللي هي قشرة الكظرية هيزود نشاطها عشان تفرز الالدوستيرون. الالدوستيرون اللي هيبتدي ان هو يعمل على خروج البوتاسيوم الزائد واعادة امتصاص الصوديوم. تمام. طيب، اللي بعده بيقول لك وضعت سيدة حامل طفلا يعني متأخر النمو تخلف عقلي مع انخفاض معدل الذكاء وتشوه في الجلد. سبب لذلك ايه؟ نقص افراز الثيروكسين بسبب نقص اليود في الايه؟ في الغذاء. ودي مباشرة. ده بيقول لك اعراض نقص الثيروكسين بطريقة مباشرة. ايه اللي يؤدي وظيفته من خلال تنشيط العملية المبينة بالشكل امامك. تمام. العملية ديت عملية ايه؟ عملية تضاعف الدي ان ايه. فتضاعف الدي ان ايه ده بيبقى امتى؟
امتى كان تضاعف الدي ان ده بيحصل، او لو احنا لسه ما اخدناهوش، ده بيحصل قبل انقسام الخلية. احنا اديناه في التأسيس ان التضاعف الصبغي ده بيحصل في تكوين الطور البيني قبل الانقسام الميتوزي. تمام. فاللي يساعد على الانقسام هنا هو هرمون النمو، يحفز على انقسام الخلايا وانتاج خلايا جديدة، طبعا اللي ده اسمه هرمون النمو. ادرس الشكل امامك ثم حدد وجه الخلاف بين الهرمونات دي. الهرمونات الجنسية، هرمونات معدنية، هرمونات سكرية، الطبيعة الكيميائية بتاعتهم واحد. الغدة المفرزة نفس الغدة ولكن مش نفس الخلايا جوه. طبعا لا تذوب في البلازما، صح، لانها كلها استرويدية، لان كل دي هرمونات اهو، هرمونات قشرة الكظرية. ففي حالة زي ديت احب جدا ان انا اختار الخلايا المفرزة. هنكبر الخط شوية. ادرس العلاقات البينية المبينة في الشكل امامك ثم استنتج ايه اللي يمثله الشكل ده. البي اتش في القناة الهضمية كل ما يبتدي يزيد يبتدي الهرمون ده يقل. البي اتش لما يزيد يعني ايه؟ يطلع فوق السبعة. فايه الهرمون اللي هيبتدي ان هو يقل؟ هرمون السكراتين. طب الهرمون اللي هيزيد، هرمون اللي هيزيد الجاسترين، ده بيزيد ليه؟ عشان يعاكس الموضوع، الجاسترين يزود الحامضية. استنتج معدة ضربت معدة بلفائف الأمعاء الدقيقة دون المرور على الاثنى عشر اللي يفرز الهرمونات. ده يعمل ايه؟ ده يخفض مستوى الجلوكوز في الدم. ليه؟ لأن هرمونات البنكرياس لا تفرز. البنكرياس، أو مش هرمونات البنكرياس، معلش، إنزيمات البنكرياس لا تفرز. تمام. فبالتالي ينخفض جلوكوز الدم، لان خلاص يزيد وزن الجسم، لا يتم هضم الدهون فقط، يفرز البنكرياس لا البنكرياس ما يفرزش عصارته، فنتيجة لذلك ينخفض جلوكوز الدم. مع العلم برضو ان خلي بالك احنا في فكرة جبناها من فوق، ان الهرمون السكرتين والكوليسيستوكاينين لهم علاقة بافراز الجلوكوز او افراز الانسولين، معلش. ادرس الشكل امامك ثم حدد الخليتين العصبيتين واحد واتنين والمادتين اكس وواي على الترتيب. طبعا الخلايا العصبية واحد دي خلايا عصبية بتنبه عضلات الرحم، فهي كده كده خلايا عصبية ذاتية. فحضرتك هتستبعد لي ب، تمام، وهتستبعد لي د، معاك جيم ومعاك الف. طب الليف عصبي اتنين، ده منبه لوعاء دموي، ده منبه لوعاء دموي. فعايز نوع الخليتين بتنبه، ده بتنبه وعاء دموي. ده استاذ الفاضل، دي خلية عصبية بتفرز مادة في وعاء دموي، دي خلية عصبية مفرزة. خلية عصبية ايه؟ مفرزة. يبقى ذاتية مفرزة، يبقى خلاص كده ذاتية ذاتية ما تنفعش، يبقى الإجابة جيم. بس تعال نطبق جيم بقى، يعني خلينا نعمل كده الدايرة بتاعتها. ايه اللي انا عملته ده؟ مش بس القلم بيتجنن بس. ذاتية مفرزة، والمادة اكس هي نور ادرينالين، ماشي، في المادة اكس بس، ماشي. والمادة واي هي اوكستوسين اللي بيعمل انقباض عضلات الرحم، ماشي. الشكل التالي يلخص بعض العمليات التمثيل الغذائي اثناء التدريبات الرياضية. درس ثم يجب على 12 و 13. أنا تتم العملية س. فين العملية س؟ عملية س اللي هي تحول الجلوكوز 6 فوسفات إلى جلوكوز، يعني هو كده تأكسد ولا ما تأكسدش ولا إيه أثناء التدريبات الرياضية؟ طب ماشي، ممكن نقول إن هي مصدر الجلوكوز. العملية س دي كده مصدر الجلوكوز، بما إن الرسمة مش أوضح حاجة أو أكتر حاجة للفهم يعني. فيبقى خلايا الكبد فقط، تمام، خلايا الايه؟ الكبد فقط. طب ليه خلايا الكبد بس؟ لان في نفس الوقت في انزيم اللي بيخزنها ويدخلها في الكبد، فيبقى الناحية س دي هي مين؟ الكبد، تمام. هيبقى هنا دوت الايه؟ انسولين والجلوكاجون بيشتغلوا عليه، فبالتالي ما ينفعش. ده بيقول لك انزيم، معلش اسف. ايه اللي ينشط الانزيم 2؟ هو ده الانزيمات كده اللي بتأثر على
تكوين الجلوكوز، فده بيبقى بسبب زيادة النسبة من مستوى الأنسولين إلى الجلوكاجون. لما يبقى النسبة مختلفة فهنحتاج إن احنا نحول الأنسولين، أو معلش نحول الجلوكوز 6 فوسفات لجلوكوز، أو الجلوكوز لجلوكوز 6 فوسفات، اللي هي عملية إيه؟ دي كده اسمها عملية أكسدة، اللي هو بيمر من هنا كده وبعد كده يروح هنا، بعد كده ينتج لك ده كده مع طاقة طبعا بتطلع مع أكسدة حمض البيروفيك. سؤال رسمته مش أفضل حاجة يعني. الجداول التالية تبين، طبعا الرسمة فيها ثغرات كتير لمعلوماتك، الرسمة فيها ثغرات إن العمليات مش موضحة، الأعضاء مش مرسومة، في حاجات كتير قوي في الرسمة لو كانت انضافت كانت سهلت حل الرسمة وسهلت الفكرة. زي ما بقولك هي مشكلتها في الأداء بتاعها يعني، أو الرسمة بتاعتها. لما كسؤال هي فكرته لذيذة يعني. الجداول التالية تبين تحاليل 4 مرضى، حدد أي منهم يعاني من سرعة الهياج العصبي. سرعة الهياج العصبي اللي عنده الثيروكسين عالي، تاني ورابع، ده وده ملهمش دعوة، تمام، هيبقى تاني وإيه ورابع. الدور اللي يلعبه هرمون الأنسولين في أكسدة الجلوكوز داخل خلايا الجسم، هو يبتدي إن هو يمرر الجلوكوز عبر أغشية خلايا الجسم. طب تيجي تقولي ما هو ينشط الانزيمات التنفسيه، مش في الكبد والعضلات، تمام، مش في الكبد والعضلات. واللي يمرر الجلوكوز من بطانه الامعاء الى الدم ده الثيروكسين مش الجلوكوز اصلا، ده كده الثيروكسين، تمام. طبعا يحولوا لجلايكوجين يأكسدوا عند الحاجه اليه، مفيش الكلام ده طبعا، ملوش دور في الاكسده كده. في خلل هرموني من خلال دراستك يعبر الشكل ده عن ايه؟ الشكل دوت عند حضرتك في تضخم في الجزء الأمامي من الرقبة بس مش واضح أوي يعني، فده كده تضخم جحوظي. ففي حالة زي دي الثيروكسين مرتفع، ومع التضخم الجحوظي هتستبعد ألف وده، مع التضخم الجحوظي بيجي قلة في التي اس اتش، وما حددلكش هنا الخلل من النخامية ولا من الدرقية، فانت هتختار ان الخلل من الدرقية، بتفترض طبعا سلامة النخامية، تمام. طيب ما مدى صحة العبارة تعتبر الهايبوثالاموس غدة صماء؟ العبارة دي صح، لأن الهرمونات بتتكون فيها، مش هنا الهايبوثالاموس دي فيها أو بتحتوي على الخلايا العصبية المفرزة. فمعنى كده يا جماعة إن في حالة زي ديت الهايبوثالاموس هتبتدي إن هي تعتبر كغدة صماء، إن هي بتكون الهرمونات اللي بتتخزن في الفص الخلفي للنخامية. والكلام دوت يا ريت لو حضرتك تكتبوا لي كملحوظة لأنها فكرة جميلة، تمام. اللي بعده بيقول لك الشكل أمامك ده نسيج البنكرياس، ادرسه ثم أجب عن السؤالين 18 و 19. ايه المواد اللي سماها ستارلينج بالرسائل الكيميائية المنبهة العصارة البنكرياسية؟ كانت السكراتين والكوليسيستوكاينين في تجربته. استنتج تأثير حالات الخوف على معدل النشاط الإفرازي الواحد واثنين وثلاثة. واحد دي جزر لانجرهانز، ماشي، هو اتنين مش اتنين ألفا ولا بيتا؟ في حالة زي ديت انت عايز طبعا 2 دي بيتا، عرفت ازاي؟ والله عددها اكتر. 1 دي الفا، و3 ديت الخلايا الحويصلية. طبعا بيقول لك حالة خوف وغضب. طب مين هينشط؟ انت في الحالة دي بتحتاج سكر عالي، فاللي يعلي السكر عندك الادرينالين. وفي معلومة لازم حضرتك تكون عارفها، ان الادرينالين بيعلي الجلوكاجون، بس دي خارج المنهج يعني، تمام. فاللي هيشتغل هنا خلايا مين؟ الفا، فهتنشط خلايا 1 بس، 2 مش هتشتغل ولا 3 هتشتغل. اي الهرمونات يمكن ان تمر بسهولة عبر الغشاء الخلوي والخلايا المستهدفة وترتبط بمستقبلات؟ وانا عايز كده هرمون دهني، لان الهرمونات الدهنية مستقبلاتها داخل الخلايا، استروجين وبروجسترون بينوروا هم في الإجابة. ايه اللي يمكن استنتاجه من خلال البيانات المبينة على المنحنى؟ يعتمد الصيام على الدهون فقط بص يعني من غير ما اقرا المنحنى انا استبعد بالمنطق. يعتمد الصيام على الجلوكوز والدهون في النصف الثاني من فترة الصيام؟ ممكن. الصيام مثبط لنشاط جزر لانجرهانز؟ ما ينفعش، ما الجلوكاجون بيتفرز من جزر لانجرهانز. الصيام ينشط تكوين الدهون وتحلل الجلايكوجين؟ ما بينشطش تكوين الدهون خالص، هو ينشط تحلل الجلايكوجين، ماشي. فانت بهتم من غير ما ابص على المنحنى، من غير اصلا ما ابص على المنحنى، انت بتتكلم بالمنطق.
تمام. جيت تطبق دوت هتلاقي الاحماض الدهنيه الحره بتزيد بعد فتره او بعد 10 ساعات من الصيام، معنى كده انها بتزيد. مع زياده الكلام دوت تلاقي ايه؟ الانسولين بيبتدي يقل والجلوكاجون بيعلى مع برضه بعد 10 ساعات من الصيام، بس الاول الجلوكاجون يعلي السكر، بعد كده الاحماض الدهنيه تعلى. ما مصدر الزياده في جلوكوز الفتره اكس بعد انخفاضه قبلها؟ المصدر في زيادة الجلوكوز بتاع الفترة اكس بعد انخفاضه قبل فترة اكس اللي هي الفترة دي، والله مصدر الجلوكوز هنا حضرتك هيكون من بعد انخفاضه قبلها. ده الموضوع هنا كده في تركاية بقى ثانية كده. هو المفروض هنا يكون المصدر هو الدهون والجلوكوز او الجلوكوز اللي ناتج من الجلايكوجين، فيبقى جلايكوجين الكبد والعضلات، بس في دهون، فخلينا نختار جلايكوجين الكبد بصورة او بصفة اساسية. جلايكوجين الكبد بصفة ايه؟ اساسية. السؤال اللي بعده بيقول لك اشتكى رجل لطبيبه من تضخم عظام اطرافه، فحص الطبيب وحلل النمو والانسولين والجلوكوز، والنتائج زي ما هي قدام حضرتك كده. هرمون النمو كان عالي، هرمون الانسولين كان مش احسن حاجة، جلوكوز الدم كان هو هرمون الانسولين كان اعلى من الطبيعي لمعلوماتك. تمام. وهرمون الانسولين او معلش الانسولين كان مستواه طبيعي والجلوكوز كان عالي، فالشخص ده عنده ايه؟ كده كده عنده اكروميجالي. تمام. مع تضخم بسيط ولا مع تضخم جحوظي ولا مع بول سكري؟ فاللي يرفع الجلوكوز مع سلامة يعني لو حضرتك خد بالك في سلامة في الأنسولين، الأنسولين موجود في الدم، ده نسبته كمان أعلى من الطبيعي، هو المستوى الطبيعي 25 ونسبته 30. فالشخص عنده أكروميجالي وتضخم جحوظي. التضخم الجحوظي ينتج منه زيادة الأكسدة، فزيادة الأكسدة أو زيادة تفكك الكربوهيدرات اللي موجودة في صورة جلايكوجين، ده اللي بيخلي السكر مرتفع في الدم. ولو ان برضه انا يعني احب به، يعني اقول مثلا ممكن به تنفع، خلي بالك اكروميجالي وبول سكري، ولنفرض مثلا الشخص اللي عنده ممكن نشخصه مثلا بمقاومة انسولين وهي نوع من انواع البول السكري. تمام. يعني معاك ب ومعاك د، اختار ب ولا ده؟ انا مستر انا احب بصراحه اختار د. عايز تختار ب انت يعني عندك وجهتين النظر، انت حر. اللي بعده بيقول لك ايه ادق تفسير لزياده سكر الدم لدى المريض اللي يعاني من زياده هرمون النمو رغم وجود مستوى طبيعي للانسولين؟ تعرف ان سؤال 24 ده ممكن يحل لنا المشكله. تعال نبص كده، يعني ممكن سؤال 24 يحسم لنا 23. هرمون النمو تأثير مضاد لعمل الأنسولين وليس مضاد لإفرازه؟ ممكن، لأن ممكن هرمون النمو بيمنع الأنسولين. هرمون النمو تأثير منشط الأدرينالين اللي يرفع الجلوكوز، ملوش علاقة بالأدرينالين، ده بيتفرز في الطوارئ. النمو تأثير مثبط على بيتا بجزر لانجرهانز، لو مثبط على بيتا ما كانش الأنسولين يتفرز أصلا. الزيادة المفرطة للنمو تمنع امتصاص السكر في أنابيب النفرون فينزل مع البول، فده كان هيعمل جلوكوز في البول مش في الدم، فالإجابة تبقى ألف. وبعد ما اخترت الإجابة ألف أنا كده مضطر آسفا إن أنا أرجع وأختار الإجابة ب، لأن كده أنا خلاص شخصته بالبول السكري الناشئ من إن هرمون النمو له تأثير مضاد لعمل الأنسولين، وده كده مصنف إن زي شبه فكرة مقاومة الأنسولين كده. تمام. يبقى شوف سؤال حل التاني. ادرس الجدول اللي يوضح نتيجة تحليل لقياس تركيز ال ACTH والالدوستيرون بالدم. ايه اللي يمكن استنتاجه؟ ال ACTH ايه؟ عالي، والالدوستيرون عالي، فكده معناه ان ال ACTH معلي الالدوستيرون، فاستجابة الكظرية او قشرة الكظرية لنشاط مين؟ النخامية الزائد هو اللي مستنتج عندي في حاجة زي كده. هرمون الليبتين ده قال لك اسمه هرمون الشبع، بيقلل الشهية وبيقلل وينظم كميات الطعام. يعني ايه اللي عكس الليبتين؟ طبعا الثيروكسين، لان الثيروكسين دوت يزيد من معدل الايض، فحضرتك هيزود الهضم فهيجوعك مش هيشبعك. الشكل التالي لنسب الاكسينات في القمم النامية تعرضت الضوء. ماذا يحدث اذا وضعت القمم على نباتات منزوعة القمم النامية؟ 50-50 ما يحصلش انتحاء.
100 100 ما يحصلش انتحاء. دي ممكن ودي ممكن. طيب تعال نبص، كل من 1 و2 ينتحي، لا. 3 ينمو وينتحي تجاه النسبة 65، لا المفروض 3 ده هينمو كده، هينمو تجاه النسبة 35، لأن ده هيبقى سريع وده بطيء، فدي لا. كل من 3 و4 ينمو وينتحي اتجاه النسبة الأعلى للأكسينات، لا المفروض اتجاه النسبة الأقل. النبات 4 ينمو وينتحي طبعا ده اللي هي اللي تنفع. جميل، ده اللي هي اللي تنفع في حالة زي دي. عايز الهرمون المسؤول عن تنشيط الانزيمين 1 و2. انزيم 1 بيفك الجلايكوجين، وانزيم 2 بيكون الجلايكوجين. اللي بينبه 1 هو الجلوكاجون، واللي ينبه 2 هو الانسولين. هو الاسئله بقت مباشره كده، لان انا بقيت قلقان فاهم، الاسئله في الصفحه دي مباشره من اولها كده، فانت فاهم الكتاب ده يقلقك لما يجيب اسئله مباشره، تحس ان في مصيبه هتحصل. ادرس الشكل امامك ثم حدد ايه اللي ممكن يكون سبب لحدوث الحاله دي. نمو شعر كثيف في ذراع سيده، ده كده خلل في الاتزان الهرموني، ده كده حضرتك في خلل في الافرازات من قشرة الكظرية او زيادة الافرازات من قشرة الكظرية. تمام. ادرس الشكل امامك ثم استنتج ما تشير الى العلاقة المبينة. كلما زاد الثيروكسين كلما قل تركيز الجليسريدات او الجليسريدات الثلاثية، معنى كده ان الثيروكسين بيحلل الدهون. اسئلة مباشرة. انا مستغرب، انا مصدوم انا مش عارف اللي حط الاسئلة فقد الشغف في الحتة دي ولا ايه. تمام، صفحة كلها اسئلة مباشرة. الشكل التالي يبين بعض العضلات الخلوية في خلايا الجسم الأصفر. يبقى احنا فين في جسم أصفر. أي الغدد الصماء تكون نسبة حجم العضية واي إلى حجم إكس. الشبكة الإندوبلازمية الملساء أكبر من الخشنة أكبر ما يمكن، طبعا في الغدد المفرزة للهرمونات الإيه؟ الدهنية. هرمونات الدهنية. تمام. وواضح ان يعني احنا وضحنا موضوع الشبكه الاندوبلازميه الخشنه دي قبل كده، ان هي منتجه للبروتين، والملساء دي منتجه لللايبيدات والجلايكوجين. شرحناها في الحصتين اللي فاتوا، طبعا كان في افكار كتير. ما الماده الخام اللي تدخل اكس ده اللي هي الشبكه الاندوبلازميه الخشنه مبينا ما يحدث لها داخل العضيه، والى اي من العضيات تتجه بعد ذلك. لو تفتكر شرحت لك الموضوع ده في المناعه لما قلت لك مسار البروتين. البروتين بيتصنع فين؟ بيتصنع في الريبوسوم. حلو. فالريبوسوم يطلع لك عديد بيبتايد، عديد البيبتايد يروح على الشبكه الاندوبلازميه الايه الخشنه، فهو عايز اللي يخش اكس هيبقى مين؟ عديد بيبتايد. ادي اول اجابه. بعد كده اتجه الى جسم ايه؟ جولجي. قلت لك عشان يتم ادخال التعديلات عليه ان هو يتحط بقى في حويصله افرازيه، وبعد كده يطلع على حسب نوع الافراز فيتجه الى جسم جولجي. ده الشق الثاني من الاجابه. يبقى انت عندك الاجابه حاجتين، هو هيخش الشبكه الاندوبلازميه في صوره عديد بيبتايد، وهيطلع يروح على جسم جولجي عشان يتعدل. انا شرحت لك الحته دي في المناعه، بس هو جايبها لك في الهرمونات. استنتج اسم الغدتين اكس وواي والهرمونين 1 و2. كوليسترول في اكس وواي ده يزود صوديوم الدم، وده يزود سمك بطانة الرحم. اللي يزود صوديوم الدم ده الدوستيرون، فبيطلع منين؟ من قشرة الكظرية. واللي يزود سمك بطانة الرحم ده مين؟ البروجسترون. فممكن نقول انه يطلع من الجسم الاصفر او المشيمة يعني، بس خلينا في الجسم الاصفر. تمام. قشرة الكظرية والهرمون عبارة عن ايه؟ الدوستيرون، لسه قايلين فوق. والجسم الاصفر هنا بيفرز ايه؟ البروجسترون. ما العضية الخلوية ما العضية الخلوية بداخل خلية او خلايا كل غدة يتم فيها تخليق الهرمونين 1 و2. تمام. هرمون 1 دهني وهرمون 2 دهني، دي نفس فكرة السؤال ده اللي انا لسه قايله لحضرتك. الشبكة الاندوبلازمية الايه؟ الملساء. فحضرتك قوم جاي كده كاتب الايه؟ الشبكة الاندوبلازمية الملساء، اللي ليها اسم تاني اللي هو SER او سموز، عشان تفهم ده اختصار لايه، متبقاش بتكتب وخلاص. اندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الاندوبلازمية الايه؟ الملساء SER. وهنا نكون خلصنا الاختبار الثالث من الاختبار اللي جاي او من الفيديو الجاي باذن الله. خلاص احنا كده داخلين على التكاثر. شد بقى ايه
شد احزمتك، ذاكر كويس، خلي بالك عشان التكاثر داخلين على منعطف تاريخي، داخلين على شوية اجزاء كده هتبقى يعني فيها افكار. هتلاقي افكار تقيله في التكاثر، اتقل من الهرمونات لو تاخد بالك. الكتاب دوت افكاره جميله وتقيله قوي. جميل. بس بتحتاج منك تتعلم، او ملاحظات اللي تغلط فيها بعد اذنك اكتبها عشان هتحتاجها والله. كتاب جميل، احنا مش بنحله على الفاضي، احنا بنحله عشان نشوف الافكار العاليه. مش معنى كده ان انت تتوقع ان كل الامتحانات هتجيلك بنفس الطريقه دي. مش بعقدك. تمام. زي ما بقول لك، ده الكتاب الخامس اللي بنحله من 4 كتب تانيين في مستويات مختلفه. تمام. اشوفكم باذن الله الحصه الجايه. كانت كل حصه بالشفاء.